ونختم هذه الجولة العالمية مع صحيفة ليكيب الفرنسية التي سلطت الضوء على تخوف الاتحاد الكاميروني من تصريحات رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد، والتي نفى فيها أن تكون الكاميرون جاهزة لاستضافة كأس افريقيا 2019. كتبت الصحيفة ان الاتحاد الكاميروني تلقى تصريحات رئيس الكاف بشأن عدم أهلية البلاد لاستضافة الحدث الكروي الافريقي باستياء بالغ. وكان أحمد قد صرح في وقت سابق بأن كل ملاعب الكاميرون غير قادرة على استضافة مباريات من هذا المستوى، وبالتالي باتت الكاميرون مطالبة الآن بإقناع المفتشين والخبراء الذين سيزورونها أواخر الشهر الحالي بقدراتها على استضافة كأس افريقيا 2019. وفي هذا السياق اضافت ليكيب نقلا عن الاتحاد الكاميروني انه يرحب بروح بناءة بجميع بعثات التفتيش التي سينتدبها الكاف.